بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا البنات مازلنا متواصلين مع حلويات العيد. ربي يعينكم ان شاء الله. راهي ماشي حاجة سهلة، يعني مع الصيام مع طياب الفطور مع تحضيرات للعيد. المهم ربي يكون في عونكم. راني جبت لكم اليوم البنات وصفة تاع المقروض، وصفة تقليدية تاع جدودنا، ان شاء الله تعجبكم المقادير. شوفوا البنات كيفاه جات يذوب ذوبان، يعني في الغرس تاعو طري، الدقيق تاعو ولا العجينه تاعو طريه، بمقادير مضبوطه. شوفوا كيفاه جا طري البنات. تبعوا فقط المراحل تاع الوصفه وراح ينجح معكم ان شاء الله. هنا البنات في قصعه عندي تسمى بليتو في الليل، لازم ديروه ليله قبل والصباح تخدموه. لازم تبلوه في الليل والصباح تخدموه البنات. هنا عندي 3 كيلات سميد يكون متوسط، لازم يكون نوعية جيدة البنات. عندي 3 كيلات. كما شفتوا الكيلة راني ما عمرتهاش مليح. وعندي كيلة زبدة. انا هنا البنات انا درت سمن ودرت زبدة، وفي الاخر كما تشوفوا راني ضفت حوالي كاس تاع زيت، والاكثر درت السمن. هكذا نفرغوا البنات الإدام تاعنا باش نبسو به الدقيق خلطوه بشوي حتى يدخل كل حبة تتغلف من الدقيق، تتغلف بالزبدة. هكذا ونحكو بين يدينا مليح حتى يتغلف لنا الدقيق كامل بالزبدة او بالسمن. كاين اللي يحب يدير المقروض تاعو بالزبده، كاين اللي يحب يدير بالسمن وحده. انا خلطت، درت الاكثر درت سمن، وحوالي درت نص باطه او 250 غرام تاع زبده، وكاس تاع زيت. شوفوا البنات راه يتغلف الدقيق تاعنا كامل، تغلف بهذاك ليدام. هنا البنات راح نغطوه ونخلوه يبات ليله كامله. نحطوه في بلاصه على جهه ونخلوه يبات الغدوه، من ذاك نبداو نخدمو فيه. شوفوا البنات هنا راح نجي نبدا نبل فيه. هنا الصباح نضت ليه بكري، راح نبدا نخدم فيه ان شاء الله. راح نضيف له شويه ملح، شويه باك ما تكثروش البنات، ومن بعديك ذوقوا، يعني اللي تعرف كيفاه الملح تاعها تذوق بركه، ومن بعديك تزيد ولا ما تكثروش من المره الاولى. هنا البنات درت خلطت نص الكيلة هذه درتها ما زهر ونصها ماء، ونبدا نبل في العجينه تاعي. شوفوا البنات ما تعجنوش بكف اليد، اعجنوا فقط كما نفتلوا الطعام، ديروا فقط باصابع اليد. كاينين ناس اخرين يحكوه، يبقوا يحكوا فيه حتى يبيض الدقيق، يعني هو راح يعطينا نفس النتيجه. يعني جربته من قبل، يعني نفس النتيجه، يعني ما كان له تعبوا رواحكم. ديروا الطريقه هذه راح يجيكم بسس يهبل، فقط برؤوس الاصابع البنات كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا راهو تلملي، نلمو كتلة واحدة، يعني نديرو خبزة كيما هك هاو تلملي، ونزيد نخليه حوالي 20 دقيقة باش يزيد يشرب. من بعد نشوف اسكو نزيد ليه الماء ولا لا، خاطر كي ديروا له الماء ياسر من الضربة الاولى قادر يجيكم جاري، من بعد تزيدوا الدقيق صاي راحت المقادير كل. هنا البنات الغرس شوفوا راني خدمته حتى هو في الليل، نقيت الغرس تاعي، حكمت رحيته في الرحاية، في الرحاية تاع اليد، ومن بعديك فوحته درت له مغرف صغيره تاع قرفه ومغرف صغيره تاع قرنفل فقط. هذا هو. كاين اللي يحب يزيد له جوز الطيب، بصح انا ما نحبهاش. شوفوا البنات هنا بعد ما فاتت 20 دقيقه جيت حليت الدقيق تاعي. شوفوا كيفاه لقيته شويه مازال ناشف، يعني شرب الدقيق تاعي، النوعيه تاعو مليحه.
هنا لازم نزيد له شوي. زدت نفس الكيله هذيك درتها نص فقط، يعني درت شويه ماء زهر وشويه ماء. شوفوا كيما لاحظتوا البنات مانيش قاعده نعجن فيه، فقط راني نخدم فيه بصباع تاع اليدين. هنا نجو نشكلوا البنات المقروض تاعنا. نديروا بوده كيما راكم تشوفوا كيما هكا، نحطوا فيه هذاك الغرس. هاو كي يجيكم كبير نقصوا منه، وحاولوا انكم تلصقوا الدقيق هذاك العجينه تاعنا، لصقوها مع الغرس باش من بعديك ما يبقاش كيما نقولوا فراغ بين الغرس والسميد تاعنا والعجينه تاعنا. شوفوا ديروا كيما هك بالطريقه هذه باليد، شغل تضغطوا عليه باش يلصق لنا الغرس تاعنا مع العجينه. خاطر كنت تبدو طول يعني ترولوا فيه راح تلاحظوا انه راح يتفصل الغرس على العجينه. بالطريقه هذه راح يحكم مليح الغرس مع العجينه، لانه الغرس طري. راح نشكل بوده واحد اخر. هو المقروض البنات يعني راح يكون يعني يجيكم مليح على حسب نوعيه السميد. اذا نوعيه السميد تاعكم مليحه راح يجيكم مليح، اذا ماشي مليحه ما تبسوه وذاك ما يجيكمش مليح، راح يجي يابس. وثاني الغرس البنات ما نصحكمش تعجنوه بالزيت، لانه الزيت يبس الغرس. فقط اعجنوه بشويه ما زهر، كيما قلت لكم ديروا له شويه قرفه مرحيه وشويه قرنفل مرحي او الطيب كيما نقولوا له. وتعجنوا بشويه ماء وزهر فقط، ما ديرولوش الزيت. هنا نبدا نشكل في الحربوش تاعي، ونبقى ندير نفس العمليه، انه نضغط على العجينه مع الغرس باش ما تهرب ليش. اخدموا بكونتيتي صغيره كيما هيك باش تطاوعكم في الخدمه وتجي خدمتكم متقونه. شوفوا الطابع اللي عندي، نتوما كل وحده واش عندها في الدار تستعمل طابع. نحطه على ذاك ونضغط على البوده تاعي نضغط ضغطه خفيفه، ماشي تضغطوش بزاف. ونجي هنا ونقص الحبات تاعي. وهذوك الزوائد من بعديك راح نحطوهم في الحاشيه تاع البلا، ولا كي يفضل لكم عاودوا افصلوا الغرس على العجينه وعاودوا كملوا به العجينه اللي تبقت لكم. انا البنات المقروض تاعي راني طيبته في الفور، هو راح يجي شويه طياب ناقص على تاع الكوشه، يعني كي طيبوه عند الخباز يجيكم احسن من تاع الدار، خاصه كي يعود الفور عيان ما تجيكمش يعني ما يجيكمش مليح كيما تاع طيبوه لبرا. وهنا هاي النتيجة النهائية البنات بعد ما طاب لينا. انا كنت درت فيه القرنفل من فوق كما راكم تشوفوا، وهو سخون عسلته. احنا يعني في جهة الشرق ما نعسلوش كيما نقولوا نغطسوه كامل في العسل، فقط نحطوا عليه العسل من فوق كيما راكم تشوفوا هكذا وناكلوه. البنات اذا عجبتكم الوصفة بارطاجوا الفيديو مع حباباتكم وصحاباتكم، وما تنسوناش بالجيم وكومنتير. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.